برحب بحضرتك الأستاذ والشاعر محمد المصري، مدير منتدى فضفضة للشعر ولنخبة جميلة من الشعراء المصريين والعرب. اهتمينا ان احنا نسجل مع حضرتك النهارده الشاعر محمد المصري في الاحتفال بذكرى العندليب عبد الحليم. اهلا وسهلا بحضرتك على ام تي مصر. اهلا وسهلا بكم. احنا النهارده بنعمل عندنا امسيه فنيه عربيه في ذكرى العندليب عبد الحليم حافظ، نعيد فيها شعراء عرب. كنا بالصدفه الاسبوع اللي فات بنحضر مهرجان الاسكندريه الدولي الثاني للشعر العربي اللي انعقد من يوم 1 ليوم 3 في الشهر. وبعد انتهاء المهرجان احنا دعينا الشعراء العرب يحضروا معانا زي ما حضرتك شايفه كده اهوت، يحتفلوا معانا بذكرى عبد الحليم حافظ ونسمع الشعراء العرب ضيوفنا الكرام هنا في مصر. جدا، واهتمينا التفتنا لكلمات حضرتك النهارده في كلمتك او الشعر اللي انت قدمته، رغم انه كان شيء طويل بمناسبه الاحتفال بذكرى عبد الحليم حافظ. دي حضرتك اخترت الكلمات دي بالتحديد ولا تسمعنا برضه منها على ام تي مصر؟ هو عبد الحليم طبعا في قلوب المصريين والعرب جميعا، وفي الذكرى الأربعين ليه، ويمكن هو صوت عبد الحليم باطن. وخصوصا طبعا احنا بنسمع اغاني الوطنيه، ويمكن بنسمع المطرب الفنان علي شبانه ده من اسره العندليب عبد الحليم حافظ، وهو بيسجد دلوقتي باغاني عبد الحليم حافظ الجميله. ويمكن العرب هم قاعدين كمان مستمتعين باغاني عبد الحليم حافظ، لان عبد الحليم في قلوب المصريين والعرب جميعا. كلنا اتأثرنا بعبد الحليم على مر الأجيال، يعني عايزين نقول إن هو قد ما هو كان فنان رائع، كان فنان وإنسان إنسان جميل. حضرتك في النهارده ومع أصدقائك أو زملائك، إيه اللي لفت نظرك من كلمات شعراء، كلمات أخرى من أصدقائك النهارده ما كنتش متوقعها منهم؟ لفتني ان في شعراء عرب من اليمن، في شاعر يمني جميل فوجئنا انه كاتب قصيده عن عبد الحليم حافظ، في شاعر عراقي كاتب قصيده عن عبد الحليم حافظ. فعبد الحليم ده يتضح ان هو في بلدان العرب جميعا، وبعدين عبد الحليم ده صوت مصر. يعني عبد الحليم ثوره 52 كان هو صوت الثوره، كان عبد الحليم حافظ. فعبد الحليم عايش في بلدان العرب، بدليل ان الشعراء العرب زي ما حضرتك سامعه كده وسمعت القصائد بتاعتهم وهم بيحتفلوا بذكرى العندليب عبد الحليم حافظ، بيكتبوا قصايد منهم. في شاعر مصري مثلا كاتب قصيده عن عبد الحليم حافظ وقالها، يمكن هو كمان نوه قبل ما يقول القصيده، قال انا كتبتها وانا في منزل عبد الحليم حافظ. وكان جنبي قاعد جنب منه محمد عبد الوهاب، وكان شماله كان قاعد فنان محمود ياسين، فكتب القصيده وهو قاعد في النهايه كده اهوت وهم بيجهزوا الجثمان بتاع عبد الحليم حافظ. وده شيء رائع ان فنان زي ده لما يبقى بعد مرور 40 عاما من وفاته يبقى عايش في البلدان ويظل يعيش في البلدان بصوت العزم كده. يعني عايزين نقول ده من تراثنا الفني الفني عامة في مصر، يعني وعبد الحليم بباقة أغانيه اللي هي طبعا ما اتكررتش تاني، يعني بمعانيها. يمكن عبد الحليم ظاهرة فريدة، يمكن الفنان المطرب الوحيد اللي مصر بتحتفل بيه والعالم كلهم بيحتفلوا بالذكرى بتاعته لعدة أسباب كتيرة. إن هو عايش في البلدان، إن صوته بيوصل لكل الجموع، فيمكن هو الإحساس الصادق بتاعه، يمكن هو قبل ما يقول الكلمة الحرف بتاعه الإنسان بيحسه، فعشان كده هو إنسان صادق. يعني أنا بلمس من كلام حضرتك إن الفنان مش بيكفي بس اختياره للكلمات، الفنان له دور وليه طبعا يوصل الاحساس بتاعه للمتلقي. يعني الفنان لما بيقول الاغنيه بتاعته، المتلقي لازم يكون الاحساس واصل له، الاغنيه بترجع عشان يقدر يحسها. فكان عبد الحليم كان عنده هذا الاحساس. احنا دايما بنقول ان الشعر دائما يعبر عن مشاعر الاخرين، يمكن ان يعكس بعض على الاصوات. يعني كان حضرتك علق لي على النقطه ان الشعر يعبر عن مشاعر الاخرين طبعا التي يعكس البعض عن الاصوات. الشعر هو لسان حال الانسان، يعني الانسان لما يكون عنده مشكله، عنده اي حاجه،
لكن الشاعر ممكن يعبر عن ما بداخله. يعني مش دايما حضرتك في كلماتك بتحكي عن نفسك انت شخصيا فقط؟ هل ممكن بتعيش تجربه اخرى وبتحكيها؟ لازم الشاعر يبقى عايش التجربه ويبقى عايش وسط الناس، يقدر يحس بالاحساس بتاعهم عشان يقدر يعبر، يقدر يكتب الكلمه اللي هو بيقولها توصل للناس. فالشاعر لازم يكون عنده الاحساس الصادق اللي يقدر يحس بيه ويقدر يخرج بيه كلمته. مش شرط يكون مر بالتجربه او بالاحساس. لا، هو مش شرط الشاعر يكون مر بالتجربه، لكن هو الشاعر بيبقى عايش الاحاسيس كلها حتى لو في الخيال، يعني حتى لو ممكن الشاعر يبقى كبير